السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بقالي فترة مش بنزل فيديوهات، بس ظروف وبنتي كانت عيانة والحمد لله بقت زي الفل. النهاردة هعمل معاكم طرب. طبعا بقى مش قادرة اقول لكم، يعني لعشاق الطرب بقى والكفتة والمشاوي والحاجات دي، انا بعشق الطرب. فانا هوريه لكم وهيتعمل ازاي بطريقه بسيطه وسهله جدا، وانضف واطعم واحلى 100 مره من بره. وكمان حاجه انت ضامناها وعارفه انت عاملاها ازاي، وعارفه مكوناتها عباره عن ايه. انا معايا هنا كيلو من اللحمه المفرومه. حطيت عليه بصلتين كبار مفرومين، انا فرمتهم. اه، فرمتهم ناعم. ولسه في خطوه هعملها، ان انا هفرم اللحمه، هي جايه اوريدي مفرومه اهي. هفرمها تاني مع البصل. تمام. فدي كده كيلو لحمه وبصلتين كبار. وهنا الاول هتبل اللحمه. هقول لكم التوابل بتاعتها. نص معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، ربع معلقه جوز الطيب، نص معلقه بهارات مشكله، ورشه بابريكا. تمام. دي للحمه للكفته. عفوا. وده هنا الفرش بتاعي بتاع الطرب، اللي هو الضاني. لازم لما اجيبه من اي حد يكون خفيف بالشكل ده. شايفين؟ بالمنظر ده اهو. لازم يكون خفيف بالشكل ده عشان تعرفي تلفيه. تمام. وهوريكم هنقطعه ازاي وكل حاجه واحده واحده. تعالوا بقى نشوف الاول هعمل حاجه هنا كده. هجيب الكبه بتاعتي. انا لسه كنت فارمه البقر دلوقتي حالا. فانا هحط حبه من اللحمه، هفرمها بقى تاني. وشويه معاها من البصل انا هنا ما عصرتهوش من الميه، لان انا مش هعمل كفته مشويه هحط مثلا تفل البصل بس، وهاخد الميه هصبع بيها الكفته والكلام ده. لا، انا في الطرب هحط البصل بميته، لان كده كده اوريدي هلفه في الطرب. فهيبقى تمام. هيمتص الميه ديت مع الدهن لما يسلي وكده. هيديني مزازه وطراوه كده في اللحمه، مش هتبقى ناشفه. فانا هحط البصل مع اللحمه وهفرمهم كويس قوي مع بعض. وهرجع عليهم. هوريكم القوام بتاع الكفته بتاعتي، اللحمه لما فرمتها. بصوا شايفين اهو. انا عايزاها ناعمه كده خالص، ما يكونش باين البصل من اللحمه اصلا. تمام. هعمل انا بقيه الكميه وارجع لكم. انا هنا بصوا فرمت اللحمه بتاعتي. طبعا الاول كانت حمراء، لحمه عجالي. لكن دلوقتي بصوا لما فرمتها بقت ناعمه خالص، ولونها فتح شويه من البصل. هو ده القوام بقى اللي انا عاوزاه، النعومه دي يعني. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، الملح والفلفل وجوز الطيب والبابريكا والبهارات المشكله، عشان تديني ريحه للحمه وطعم حلو. تمام. وهقلب بقى اللحمه بتاعتي كويس قوي كده. حاسه ان انا هعوز شويه ملح تاني. تمام. عشان لما تشمي حته اللحمه او صباع الطرب او صباع الكفته يعني كده، تفتحي قلب اللحمه وتشميها كده، الله، تلاقي ريحتها حلوه. انت عارفه انت عامله ايه في بيتك ومتبلاها ازاي. بس حاسه ان هي لسه عايزه شويه فلفل اسمر. تمام. تعالوا بقى اوريكم هنقطع المنديل ازاي كده. انا اللحمه بتاعتي دي جاهزه. ازاي هنقطعه حتت، وازاي نلف الطرب بتاعنا والكلام ده كله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، انا هشيل الحاجات دي خالص، عشان انا عايزه رخامه فاضيه. الرخامه بتاعتي طبعا نظيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الطرب بتاعنا اهو، زي ما احنا ما شايفين اهو. حاول افرده كده بالراحه.
وبعدين هعمله كده زي اكننا بنقطع ورق كرنب. عارفين ورق كرنب؟ بالظبط هنتعامل معاه زيه بالظبط، بس دوت عشان رايح جاي كده وشمال ويمين والكلام ده. فاحنا هنعمل ايه؟ انا خلاص خدت الصف ده كده اهو. بسم الله. هاجي بقى هقطع من هنا كده، شايفين اهو. ده كده اللي انا قطعته، دورته برمته الاول وبعدين قطعته. هعمله بقى زي بالظبط زي ما قلت لكم، زي ورق كرنب. هقطعه ايه اهو، حتت حتت كده. يعني شوفوا بنلف محشي الكرنب ازاي، على قد بقى ايه ما هتحطي حته اللحمه فيه. طبعا هنكبرها شويه، مش قد ورق الكرنب بالظبط يعني. تمام كده. تمام. هاجي بقى ده اهو بالشكل ده. هعمل ايه؟ هفرد كده. تمام. واقطع دي 2. هقطع دي 2 اهو. هو ده الطرب اللي احنا هنلفه. عرفتوا احنا قطعناها ازاي؟ هعمل بقى ايه؟ هحايل بقى الفرش بتاع الطرب بتاعي كده زي ما احنا ما شايفين. ودي كمان اهي هقطعها، هطولها شويه عشان لما الفها، هو اصلا مجرد ما بتلفيها بيمسك في بعضيه فمش بيغلب يعني. تمام اهو. اهو بصوا بصوا، حتى هنحط خدنا حته الكفته بتاعتنا اهي، هنصبعها كده. عايزه اوريكم بس كده لو مستعجلين يعني بالشكل ده، شايفين؟ هنتعامل عادي خالص، وهي اصلا هتبقى سهله لان طبقه الطرب الدهن دي بتقفش كده في بعضيها كده على طول مجرد ما بتلفيها اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفين سهل ازاي؟ هنحطه بقى في التلاجة. هعمل كده الكميه اللي معايا كلها وهحطها في الصينيه في التلاجة حوالي نص ساعه او 10 دقايق في الفريزر عشان تمسك نفسها، فادخلها في السيخ ما تفكش مني، وبعدين نشوي على الفحم وهوريكم كل حاجه خطوه بخطوه. انا هعمل كده تاني. انا خدت الورق اهو منديل، وخدت حته الكفته بتاعتي اهي زي ما احنا ما شايفين، وهحطها هنا كده وهلف كده عادي خالص كاني بتعامل مع صباع محشي، بس ده صباع محشي محترم يعني اهو بالشكل ده. شايفين؟ بصوا خطير خطير بجد، وطعمه حكايه حكايه بجد. تمام. هخلص وارجع لكم. رجعت لكم تاني حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي الكميه اللي احنا عملناها. ايه رايكم؟ اهو بالمنظر ده. شايفين؟ عملوا كميه حلوه قوي. في حاجه عايزه اقولها لكم، هو ده اللي فاض من الفرش بتاع الدهن طرب يعني. لما نلاقي الحتت اللي هي التخينه ديت ما نقلقش، بعمل فيها كده. بس انا نسيت اوريها لكم. بقطع القطعه بتاعتي كده وبدقها مثلا بظهر السكينه كده او بشاكوش البفتيك كده، فبتتفرد معايا وبتبقى رقيقه، وكل ده بيسلي اصلا وبينزل مع الشوي. تمام. خلاص دي كده انا مش هستخدمها. انا كده الكميه بتاعتي دي هحطها في التلاجة او في الفريزر حوالي 10 دقايق، وهرجع لكم تاني لحد اما اولع الفحم وهوريكم هنحطهم ازاي. الكفته بتاعتنا اهي بعد ما حطيناها، بصوا مسكت نفسها ازاي. عايزه اوريكم واحده. بصوا عامله ازاي، الدهن مسك في بعضيه ومش مفكوك، متماسكه خالص اهو. هعمل ايه بقى؟ في طريقتين، يا اما هستخدم الشبكه دي اللي هي بتاعت الحواوشي دي، يا اما هستخدم السياخ اللي هي دي. فاللي احنا عاوزينه يعني يا ده يا ده. انا هعمل في السياخ وهعمل في الشبكه، يعني الحته اللي هي مغلباني او القطعه اللي هي مش متقفله مثلا من الاحراف
مفتوحه سنه ولا حاجه وخايفه تقع، هحطها في الشبكه دي عادي. تمام. هوريكم ازاي. انا هدخل هنا في بسم الله الرحمن الرحيم. اهو عندي كده، امسك من هنا كده اهو، شايفين بالشكل زي الكفته عادي خالص، وهتعامل معاها بشكل عادي خالص. هكمل انا بقى وارجع لكم. ولعت الفحم بتاعي اهو في الشوايه، وحطيت السيخ هنا كده بالشكل ده، حطيت فيه 3 قطع، ومن وقت للتاني هقلب. تمام. يلا هرجع لكم تاني. انا بقى عشان بالنسبه لي جربت السياخ وجربت الشبكه، فحاسه ان دي اسهل. بصوا اهو، رصه فيها كلها اهو، وهقفلها عادي خالص زي الحواوشي، بحيث ان انا ما اقلبش ما تفكش مني، ويبقى ايه الاحتياط واجب. بس انا عشان مستعجله عليها ما عدتهاش الا 10 دقايق بس، لكن الافضل ان هي تقعد حوالي نص ساعه في التلاجة. تمام. ودي الطريقه التانية اللي هو انا حطيتها في الشبكه. انا اوريكم اللي هي السياخ عادي، او اللي هي الشبكه، بس انا بس بستسهل الشبكه اكتر، تاخد كميه اكتر، وفي نفس الوقت بتحافظ لي على الحاجه، يعني مش بتتهري مني ولا بتقع ولا تتفك ولا اي حاجه. تمام. من وقت للتاني طبعا الريحه تحفه، والناس عمالين يقولوا لي ايه ده الريحه الفظيعه دي، بشهاده الاخرين يعني. من وقت للتاني هعمل كده. تمام. هخلص وارجع لكم تاني لحد ما تحمر وتخلص تخش على سوا، وهوريها لكم بقى ان شاء الله تبقى عامله ازاي. انا بقلبها اهو على الجنبين زي ما احنا ما شايفين كده. بصوا قربت تستوي اهي. ودي اللي هي اللي في السيخ اهو، شايفين. لحد ما اخلص سوا وارجع لكم تاني. انا جيت لكم اهو عشان اوريكم احلى شويه طرب. بصوا حاجه كده تحفه، والريحه مش قادره اقول لكم عامله ايه في الناس بره. قلب الدنيا بقى. ده اللي هو اللي انا حطيته في السياخ اهو. بصوا، بصوا عامل ازاي، تحفه تحفه تحفه. بصوا كمان من جوه عامل ازاي، مستوي ازاي، شايفين طعمه حكايه. هنفتح الشبكه بتاعتنا كده. بصوا اللي في الشبكه برضو في ميزه على فكره. ايه هي بقى؟ اللي في الشبكه في ميزه، بيفضل زي ما هو. بصوا، ولا قلبته ولا دورت اي حاجه، ما عملش اي حاجه غير ان انا قلبت الشبكه شمال ويمين، وكله مستوي برضو بالشكل الخطير ده. تمام. وهو ده الطرب بتاعنا. انا عملت جنبيه كفته بتاع ده رز بسمتي اهو. هوريكم. سخن جدا على فكره، بس خطير 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 بجد. تقولي انا لسه هشوي؟ ده المتعه اصلا وانت بتشوي كده في وسط اولادك كده، حاجه كده رهيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. ايه رايكم؟ خطير بجد، تحفه. شويه طرب بجد، يعني حاجه كده محترمه. بصوا
الطبق بتاعي انا قدمته اهو مع شويه رز بسمتي، وطبعا سلطه طحينه وسلطه خضراء، بس لسه بقى ما قدمتهاش. تمام، نحط دي هنا كده. وادي الطرب بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، خطير خطير بجد. يا رب اكون عند حسن ظنكم. بقدم الطبق بتاعي بالشكل اللطيف ده زي ما احنا ما شايفين. حاجات ابسط مما يمكن، ان شاء الله تعجبكم وانول رضاكم عني. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هتلاقوا المواصفات في صندوق الوصف. انا معلش ما صورتش الرز الكبسه دي، كبسه سعودي مش رز اصفر بالكاري والكركم، كبسه سعودي. انا هبقى اعملها في فيديو تاني وهبقى انزلها ان شاء الله. يا رب اكون عند حسن ظنكم. طبعا هحط سلطه طحينه وسلطه خضراء وعيش، وبألف هنا. اتفضلوا معانا. يلا، السلام عليكم.